بنص كيلو بانيه هنعمل وصفة طعمها خطير، وكمان مش هتاخد منك 5 دقايق في تحضيرها. اول حاجة يا بنات، انا جبت البانيه بتاعي وقطعته شرايح عريضة بالشكل ده، وقطعت معاهم ده نص كيلو بانيه يا بنات، وقطعت معاهم حوالي بصلتين كبار برضو شرايح بالشكل دوت. وهنا بقى كان عندي شوية فلفل الوان كده قطعتهم، بس اهم حاجة تقطعيهم يكون السمك بتاعهم عريض يا بنات، ما يكونش رفيعين عشان ما ينشفوش. هنزل بقى بمعلقة ونص صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة صغيرة من البابريكا. وكله يا بنات أنا بوزعه على الفراخ وعلى الخضار كمان بالشكل ده. وهنزل بفص توم مفروم واحد بس يا بنات، او هريسه شطه، يعني اللي موجود عندك انزلي بيه. انا كان عندي هنا فص توم وكان معاه هريسه شطه، نزلت بيه. ونزلت ده بيه على الفراخ بس يا بنات، ونزلت عليه بنص عصير ليمونيه واحده. ونزلت بقى بفنجان من الزيت برضو وزعته على الفراخ وعلى الخضار. وبس كده. اقلب بقى الفراخ بتاعتي كويس قوي بالشكل ده، واقلب برضو الخضار. عاوزه اقول لكم ريحه التتبيله تحفه. بس اهم حاجه يا بنات التقطيعه تكون عريضه، ما تكونش رفيعه عشان ما ينشفش مننا. قلبت الخضار بس، واكون بقى جايبه صينيه وفرشه فيها ورق زبده. اول حاجه دهنه زيت من تحت، وفرشه ورقه الزبده، واديها برضو نقطتين زيت كده من فوق. وابتدي بقى افرش البانيه بتاعي بالشكل ده، ما خليهوش فوق بعضه، افرشه بالشكل ده. وجنبيه الخضار، نزلت بالبصل وبعد كده الفلفل. بس كده هدخله بقى الفرن على اعلى درجة حرارة. هتقعد معاكي 20 دقيقة، من 20 دقيقة ل25 دقيقة يا بنات، وهيطلع معاكي احلى فاهيتة فراخ هتعمليها، طعمها خطير ومفيش اسهل من كده. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي كده؟ كانت قعدت 25 دقيقة في الفرن من غير شواية ومن غير مروحة، هو بس بتولعيها، بتحطيها في الرف اللي في النص وبتشغليها على اعلى درجة حرارة. بصوا شكلها عامل ازاي وطعمها تحفة. دي بقى يعني أكلة المستعجلين، أحلى سندوتشات هتعمليها وطرية وتحفة. بصوا هنا بقى أي حاجة عندك، عيش سوري تمام، أنا كان عندي تورتيلا استخدمته، فينو تمام، هي هتمشي معاكي في كل حاجة. أنا هنا جبت عيش التورتيلا، وابتدي بقى أوزع بقى الفراخ بتاعتي بالشكل ده. حطيتها في جنب، واحط في جنب تاني احط البصل المكرمل بقى بتاعنا ده. بصوا شكله عامل ازاي. بصي كل اللي تحبيه حطيه. انا حبيت احط جبنه موتزاريلا، احط شويه فلفل، عندك بقى كابوتشا حطي، عندك لانشون حطي، اللي تحبيه حطيه معاها. بصوا وابتدي بقى اقفله. الصوصات ده براحتك، اللي عايز يحط حاجه يا بنات يحطها براحتكم. بصوا بتتقفل بكل سهوله. شايفين الجمال؟ اخده بقى احطه على طاسه، بس اهم حاجه ما تكونش بتلزق، واديله تحميره من الجنبين. بصوا الشكل. شايفين بقى الجمال؟ بصوا انا كان قصدي اعمل الكاتشب دوت ورده، بس طلعت رجل فرخه، بس مش مشكله يعني، المهم شكله حلو. شايفين الجمال؟ احلى سندوتشات هتعمليها لاولادك بجد، طعمها خطير. ولو اتعمل بالعيش السوري هتبقى حلوه جدا برضو، العيش الشامي، اي حاجه عندك هتبقى تحفه. بجد يا بنات تحفه، اعملوها هتعجبكم وهتعجب ولادكم. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، وبألف هنا.